عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وتحدي جديد من قناة بودي وموكر. النهاردة بقى التحدي هو ايه؟ رز بالشعرية وطاجن بطاطس سخن مش قادرة امسكه، وفلفل مش في التحدي يعني، هو للتبريد. طبعا اخر مرة عملنا بقى طاجن المكرونة، طبعا عجبكم جدا، فقلنا بقى نعمل طاجن ايه؟ البطاطس زي ما انتم شايفين كده، باللحمة المفرومة. بطاطس باللحمة المفرومة ورز. وهنعمل بقى تحدي جامد جدا، والعقاب برضه انتوا اللي هتكتبوه في الكومنتات. لا ليه؟ العقاب هو ده العقاب؟ يعني تقول لي ده العقاب يعني اللي هيتعاقب هياخد 1000 جنيه؟ طب يعني اللي هيتعاقب لا مش قصدي انه يكسب. ماشي. العقاب هتكتبوه في الكومنتات، وطبعا اللي هيكسب بقى ايه التحدي بقى المرة دي جامد. هيكسب 1000 جنيه. بصوا اهو، عشان ما يبقاش التحدي سهل، كل مره التحدي يبقى سهل انا اخسر هي تخسر، لا احنا عايزين التحدي يبقى صعب، اللي يخسر يبقى في تحمس. يسعى بعقاب، واللي يكسب بقى يكسب 1000 جنيه، فالدنيا تبقى جميله. مش هنعمل بقى وقت للتحدي اللي يخلص الاول زي طاجن المكرونه بالظبط. الطاجن سخن قوي والله. وبعد كده برضو يعني نعمل بقى لما نيجي نعمل تحديات بعد كده هنبقى نعمل على 1000 جنيه، والناس اللي بتتابعنا اكتر واحد يكتب عدد من الكومنتات نبعت له كارت شحن ب 200 جنيه، يعني يكسب مع اللي يكسب، والخساره يشارك بقى ايه؟ يدي العقاب اللي هو عايزه. يعني اللي يكسب يشارك معانا يعني اللي هيكسب 1000 جنيه هيحاول اللي هيعمل كومنتات، لكن اللي هيخسر اللي هيكسب مع اللي هيكسب. لا هو مش فاهم اي حاجه، بتحاول تجمع بس مش عارفه. هو خلاص الموضوع اللي هيكسب، يعني انا كسبت خدت ال 1000 جنيه هبعت لك كارت شحن ب 200 جنيه لاكتر واحد يعمل عدد من الكومنتات. أيوة. اللي هيخسر هيختار العقاب على الخسران بس انت بقى ايه عماله. ايوه هو ده اللي انا عايزه اقوله. يلا بينا عشان كده. واحلى حاجه بقى اللي احنا التحدي ده بنعمله في الوقت امتى بقى؟ اللي هو وانا جاي من الشغل فببقى جعان. مش عارفه ليه كده. انا ما بحبش طبعا كده، عايز اقلبه على الرز مره واحده. لا بس طبعا مش هعرف. مش هينفع. الطاجن سخن ازاي؟ يعني دي فرصتي بقى. بس دول الاكل كمية لحمة مفرومة جميلة. ماشي، انا اكلت كل مرة واحدة فضي الطاجن بتاعي، بص مولع ازاي؟ لا كلي ما انا كده هزم. بس ده انا اللي عاملاه بقى. تاني كانت مامة بودي. سلام. اهم حاجة بقى اللحمة المفرومة دي. نسيت في حاجة. الطاجن هو فضي زي ما انتم شايفين، بص مولع النار ازاي؟ نبتدي بقى ايه؟ نقول بسم الله. نبتدي التحدي. نشوف مين اللي هيكسب. طبعا عشان الحاجة سخنة، رز سخن ولا بارد؟ لا حلو. سخن بس مش قوي يعني. ما اهم حاجة. هو سخن هاكل ازاي؟ نقلب براحتي واسيبها براحتها، ان انا هطير دلوقتي. لو عايزين نعمل لكم الطبق كميته عامله ازاي؟ الطاجن كبير مش صغير، وشكله صغير بس الصوص عامل ازاي؟ ايوه غويط. طبعا كميه النار دي والدخان يا. لو عايزين قناه للمطبخ او عايزين انزل لكم حاجات من المطبخ، اكلات وكده وصفات اكل، اكتبوا لي في الكومنت. هي بتعمل اكل جميل، يعني وجبات حلوه واكل حلو، بس احنا بنحب التحديات اقتصاديه يعني في البيت. بس حاجات حلوه. انا جاي اصلا من الشغل ميت من الجوع. ما قلتليش تسلم ايدك يعني. تسلم ايدك مولع. مولع. طبعا الناس اللي متابعانا على طول، الطبيعي اللي انا اصلا بجري على طول، يعني انا ايه ممكن ابتدي بعديها، بس انا الحمد لله في الاكل باكل بسرعه. بس انا عرفت اخلص. خلاص ايه الطاجن زي ما هو. وبعدين هي مش فكرة قررت أخلص، يعني الفكرة كلها اللي يخلص طبقه كله، يعني هو بالسرعة، لو بسرعة كنت أنا كسبت. هي بقى إيه؟ بتعوض دي مع دي. في تحمس أنا كده. لو أكلت بسرعة عادي ما خلصتش، فهي برضو إيه عندها فرصة تكسب. تحمس إن أنا أكسب 1000 جنيه يا جماعة.
يا جماعة لسه ما عملش لايك يخش يعمل لايك. قصدي اللي ما عملش اشتراك يخش يشترك في القناة. طبعا بقى عشان نشجع الاكل بقى قرن فلفل زي ده، عشان الواحد ايه ياكل اسرع. ولا انا لو بعمل تحدي شطه ما كنتش هاكل كل ده. المشكله بقى انا بعشق طاجن البطاطس، بس الفكره كلها ما بحبش اللحمه المفرومه. بصوا يا جماعة، أنا كنت عايزة بس إيه في وسط التحدي يعني، هو في حد بيتفرج علينا كل ما بننزل فيديو يقول اعملوا تحدي العضة بتاعة التليفون. هو تمام بس غريبه يعني ايه مثلا؟ هو تحدي ماشي ما اختلفناش، هو عقاب حلو، بس هو كل كومنت يعني ممكن نغير. اصل الشعور انا امسك عداد التليفون وافضل عاضل ايد مراتي او هي عاضله ايدي يعني. لا الموضوع يعني صعب. مش صعب كتحدي، ومش هيبقى تحدي ويبقى ضحك. هي الفكره في كده. احنا بس مش عايزين نعمله عشان كده، لان هو يعني ما ينفعش حد يمسك حد باعداد الموبايل ويفضل عاضد حد وينزلها على اليوتيوب. انت مثلا شخص عايزها، لكن ممكن يكون اللي بقية الناس مش عايزاها، بعدين احنا مش شايفينها لطيفة يعني. طبعا الناس اللي بتبعت لنا يعني تعليقات ايجابيه بتبقى جميله جدا، وبرده اي حد عنده عقاب احنا ما بنأخرش، احنا بنعمل العقابات كلها. بس الفكره مش لدرجه عض يعني، انا ما عنديش مشكله فيها، بس هحطها على اليوتيوب ممكن مثلا انت عاجباك بقية الناس مش عاجباها. ايوه حد تاني ينتقدنا. احنا كده كده بنفكر اول بقى ايه لما نجيب ال 250 مشترك. ياه عايز اكل بص جامده قوي. المهم تسلم ايدي انا شيف. اول ما نجيب ال 250 مشترك هنعمل بقى فيديو جامد جدا. هو مش فيديو، دي احتفاليه. هنحتفل كلنا بالقناه انها جابت 250 ده اخ واخت، وبقى احنا بنفكر في حاجه من الاثنين، وانتوا ايه خليكم معانا شوفوا انهي الاحسن. يا باشا نخش براند يكون معروف، محل اكل معروف مثلا متروس، ماكدونالدز، كنتاكي، ونجيب المنيو كله ونعمل عليه تحدي. ولا نطلع بقى طلع الشيخ المندي؟ تعرف الشيخ المندي؟ ازاي؟ مين الشيخ المندي ده بيعمل ايه؟ زي مثلا تيس، وبقى محشي ورق عنب ومحشي حمام، في حاجات كتير، وفي ربع كفته، وفي صينيه ب 2000 جنيه فيها كل المشويات. طب ما حلوه دي، جامدة أوي. نروح مطعم ما نجيب الحاجات دي ونحتفل بيها احسن. مشكلتي انا عايز اجري بالطبق، بس اللحمه المفرومه مع الطبق وين لسه بدري. احنا ممكن نقع في مشكله كل فيديو يا جماعه، ده انتوا اللي هتحلوها. هو الطاجن بتاعي مش هنكر، هو ما كانش مليان على اخره، كان حد هنا كده، بس مش تحسوا ان كل مره الطاجن بتاعه مفيد. حتى علبه الكشري لما جبناها من عند الراجل كانت جايه من بره، والعيله بتاعتي كانت اكبر مع انها بنفس السعر، مش عارف ازاي ده برضه انا محتار مش عارف. انا هقولك ليه، عشان انا غلبانه، ربنا عالم بيا ان انا عايزه ال1000 جنيه دي دلوقتي. انزل اصرفها واجيب حاجات حلوه. مفيش يا جماعه، انا اللي شجعني ويكتب لي في الكومنتات اللي هو كان بيشجعني، فانا ابقى ب 500 جنيه، اديله 500 جنيه ولا 500 جنيه، ونختار العقاب بقى سوا عليها ايه.
مش قادر. يعني شجعني انا بقى مش هبعت له حاجه اقول. لا بهزر طبعا. يعني هشجع فريق انا مش فريق بوجي. هبعت له 500 جنيه بقى. طبعا ساعتها بتكلم ليه ولا عايز اتكلم وخايف تسبقني. انا فعلا سبقتك. طبعا يعني هو الفيديو ده بمزاج ليه؟ لاني كده لو هنا والله ما كنا عرفنا نصور. كل شويه بقى نوقف كده تعيط تمنتج. لا الموضوع بيبقى صعب. بس ايه برضه عمالها تاكل زينا صغير كده على قدها بتاعها برضه. يعني بني ادمه وليها حساب. لا انا اللي هكسب فيه. ليه بقى؟ اقول لكم اهو لسه فيه. ايه ده مش بالبطاطس بالرز؟ لا احنا قلنا على الطبق. لا انت قلت الطبق. لا والله ما قلتش الطاجن. يا سلام. طب انا ما كنتش حطيت الطاجن وخلصت رز من ساعه. عشان كده انا بقول لك بس ممكن اخسر التحدي برضه لسبب. يعني بصوا انا واكل الطبق بس في كميه لحمه مفرومه مش عارف اكلها. ما بحبهاش. ما بتحبهاش ازاي؟ ما انت ايه اللي اعمليها باللحمه المفرومه؟ لا ما بحبش اللحمه المفرومه دي. انا احب لحمه قطعه لحمه مثلا. ماشي ما قلتليش قال لك اتصرف. هانت على 1000 جنيه. وانا بحب اسمع كلام الجيش بتاعي. بصراحه احنا بنصور لكم الفيديو ده بمزاج عشان انا عندي مزاج النهارده عالي قوي على الاخر. ما نمتش من امبارح. انا اللي هكسب. ليه بقى؟ ليه لسه الطاجن زي ما هو. ولا زي ما هو. خلصت الرز. ماليش دعوه بالرز. طب انا خلصت الرز. على فكره انت بتخم. ليه؟ انت ما قلتش الطاجن انت قلت الرز طبق. طب انا خلصت الرز. طب كل. هقول ايه؟ انا خلصت الرز. كملي بقى التحدي ولا لا؟ ما انت لو هتعملي على الرز يبقى انا كسبت. ايه؟ نكمل التحدي. بس التحدي بقى بالنسبه لي يبقى صعب لان انا اتحدى نفسي اكل لحمه مفرومه. انا ما بحبش اكلها. ايوه احسن. ده عقاب بقى. ده العقاب بتاعي. دي كده بتلوز في بوقي. لا انا بعرف ما بقدرش. السمبوجي يا جماعه ما بيحبش اللحمه بتاعتنا سمينه وكده. يعني انا المفروض انا مخلص. بيحبها اللحمه تبقى لازم حمرا. لو فيها حته دهنه صغيره ما ياكلهاش. فللاسف انا استسلم التحدي ده. مش عشان حاجه اخسرها ال 1000 جنيه دي والله. بس صدقوني مش لا جيت اكل حته ما قدرتش. بس انا اقول لكم على حاجه حلوه دلوقتي هفاجئكم. ايه؟ ولا هفاجئه بحاجه هو ما يعرفها. يلا. الطاجن بتاعي هما فوز المعلقتين بس انا مش هقدر اكمل. انا خلصت. انا اقدر اكمل والله بس ما اللحمه. انا بقى كسبت ال1000 جنيه. ماشي انا والله يا جماعه هفاجئه دلوقتي هو حاجه ما يعرفها عشان ما تقولوش ان احنا متفقين. ايه؟ انا ايه هاخد 500 واديله 500 عشان هو كان متعب زيي. لكن هو صراحه ما بيحبش اللحمه المفرومه. ايوه وانا غير كده كنت زماني كسبت التحدي اصلا. بس انا مع ان هو لو كان كسب اقسم بالله ما كان اداني 200 جنيه حتى. ولا جنيه. اه والله. طب مش مديك حاجه. المهم العقاب اكتبوه في الكومنتات وده يكون نهايه الفيديو. طب انهي الفيديو؟ لا ان هاخد الفلوس لا. اهو بس ايدي وسخه. هي انا اديته 600 هيديني 100 ما يفك وانا اخدت 400. وكده يكون ده نهايه الفيديو. استنونا في فيديو جديد من كل اسبوع وكل 3 فيديو شورتس تشويق اللي هينزل يوم الجمعه. كل جمعه الساعه 3. يعني بص هو بينزل الصبح الساعه 2 3 في الرينج ده. واللي ما عملش لايك بقى وما اشتركش في القناه يخش يشترك في القناه وادعمونا عشان احنا كمان ننتوا ولو عندكم اي افكار جديده قولوها لنا نعملها. اكتبوا لنا قصدي في الكومنتات انا هعملها على طول. اي افكار مش شرط تحديات اكل. ونشوفكم فيديو جديد يكون قريب مش بعيد. يلا بينا. يلا بينا باي باي.